اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا حبيبي. اتفضل، ما احنا هنشوف بعض. كاس العالم ده غريب جدا يا جماعه لحد دلوقتي، بعد ما شفنا ان جنوب افريقيا اتاهلت في المجموعه دي بعد ما كنا مستبعدينها خالص، وبنشوف حاجه غريبه جدا بتحصل في الجوله اللي فاتت، ان لامين يامال بيسجل اول هدف ليه في المونديال برقم 19 وهو بيلعب في برشلونه وبرجله اليمين، وده اللي حصل مع ليونيل ميسي في 2006، لعيب بيلعب في المنتخب الارجنتيني لابس رقم 19 وبيلعب لفريق برشلونه وبيسجل اول هدف ليه برجله اليمين وهو بيلعب برجله الشمال. كل دي حاجات كانت غريبه جدا. والنهارده انا طالع اتكلم عن مباراه مصر وايران، هنعمل ايه مع ايران. ومبدئيا عايز اتكلم في حاجه اهم من الماتش مليون مره، ما ينفعش نلعب الماتش ده لو حصل اي حاجه من اللي بيفكروا فيها، سواء ان هم يحتفلوا بالمجتمع اياه وان هم يطبقوا الاحتفالات بتاعتهم دي في الماتش بتاعنا احنا بالذات، في دولتين اصلا ما بيعترفوش بالحاجه دي وديننا مش بيسمح لنا بكده. بس اللي طلع وعرفناه ان مدينه سياتل اللي هيتلعب فيها الماتش هي اللي بتحتفل، انما الفيفا مش هتطبق اي حاجه جوه ارضيه الملعب. بس ما نعرفش وما نضمنهمش، لكن لو اي حاجه حصلت زي كده فالمنتخب المصري كان ليه موقف مع الموضوع ده، والاتحاد المصري لكره القدم كان باعت بيان للفيفا انه رافض اي حاجه زي كده وممكن ما يلعبش الماتش. لكن لو خدنا كل الضمانات ان ده ما يحصلش فالماتش هيتلعب عادي جدا. عشان كده خلينا نتكلم عن تفاصيل الماتش ده وهنعمل ايه مع ايران، المنتخب الصعب، المنتخب اللي لسه خاطف تعادل سلبي مع منتخب بلجيكا، وانت كمنتخب مصر لسه خارج من ماتش تاريخي محقق فيه الفوز على نيوزيلندا 3-1، اول فوز ليك في كاس العالم، وده تقريبا هيحط عليك ضغوط شويه. بس الفرقه الثانيه اللي هي ايران جايه ومضغوطه اكتر لان انت اعلى منهم من النقط بفرق نقطتين، وهم اللي هيبقوا مطالبين ان هم يكسبوا او يعملوا ماتش جامد عشان يعرفوا يتاهلوا من المجموعه، فهم اللي اظن هيبقى ليهم المبادره ان هم يخشوا ويهاجموا عليك في الاول. فالماتش ده ليك فرصه ان انت تلعب على التحولات، الكره اللي انت بتحبها، بس برضه ما ينفعش طول الماتش ان انت تبقى واقف ورا لان انت ممكن تستقبل جول في اي وقت. وديك شفت لما دفعوا قدام بلجيكا كانوا بيدافعوا ازاي وطلعوا من الماتش لبر الامان، مع ان بلجيكا في الماتش ده كانت اشرس، وبلجيكا اظن ان هي هتنزل مع نيوزيلندا تدكهم 3-4. فالماتش ده ممكن نشوف فيه لعبه جديده في المنتخب، يعني ممكن نشوف دونجا بيشارك مثلا، ممكن نشوف طارق علاء بيشارك مكان محمد هاني، ممكن نشوف لعيبه من نص الملعب بتتشال للعيبه اللي عندها انذارات مثلا. كل ده انا عايزك تقول لي عليه في الكومنتات، وخلينا نبدا نتكلم عن الماتش واحده واحده ونتوقع التشكيل مع بعض كمان، وعايزك تكتب لي في الكومنتات توقعك لتشكيل الماتش، وعايزك كمان تتوقع معايا النتيجه. كل ده انا عايزك تكتبه لي في الكومنتات قبل ما نبدا نتكلم في الجد. وفريق ايران ده بان ان هو بيعرف يدافع جدا لما لعب في ماتش بلجيكا بال5-4-1 وقدر يطلع بتعادل 0-0، لكن الحارس بتاعهم هو اللي كان متالق جدا وفعلا هو اللي خرجهم من الماتش ده بالتعادل السلبي، لان زي ما قلت لك بلجيكا في الماتش ده كانت شرسه جدا جدا، عكس مباراه مصر اللي كان منتخب مصر بيقدر يهاجموا فيها، هم كانوا خايفين شويه فرجعوا ورا، وكان منتخب مصر في بعض الاوقات قافل على مفاتيح اللعب بتاعتهم. وغير كل ده ان في ماتش بلجيكا وايران ده دوكو ما كانش موجود لاسباب ليها علاقه بالاسره وان هو هيخلف، فطبعا كان هو موجود مع عيلته، وانا كنت ادعم فكره ان هو موجود مع عيلته، دي مفيش حاجه اهم من العيله عموما، لان طلع كذا صحفي واتهم دوكو ان هو ازاي يسيب المعسكر والكلام ده كله، بس طبعا الناس كلها ردت عليهم ودوكا هيكون موجود في ماتش نيوزيلندا عادي جدا. نسيبنا من كل ده، قلت لك ان هو فريق بيعرف يدافع صح، بس الفكره ان في الماتش ده هو يبقى محتاج يلعب بالاربعه عادي جدا ويهاجم، لان هو هيبقى عنده فرصه ان هو يتاهل لو فاز الماتش ده. لو فاز الماتش ده هيبقى الترتيب كالاتي، هيبقى هو 5 نقط، ولو بلجيكا كسبت هيبقى هم كمان 5 نقط، واحنا هنفضل 4 وهنتاهل احسن توالت. بس ده مش هيبقى احسن سيناريو لينا، هنيجي للكلام ده في الحلقه اللي جايه ان شاء الله بعد ما الماتشات تخلص وهنعرف احنا فنشنا في انهي حته في المجموعه. لكن في نفس الوقت عايز اقول لك ان الماتش ده مهم جدا، انك لما تكسبه هتتاهل متصدر رسمي للمجموعه وهتقابل توالت من المجموعات الثانيه، وتقريبا هيبقى من المجموعه الاولى. فزي ما قلت لك نسيب الكلام ده لوقته. وهل فعلا بقى المنتخب بتاعنا يقدر يخلص الماتش ده بسهوله او يقدر يكسب الماتش ده بسهوله؟ عايز اقول لك ان فرقه زي ايران هي اكبر معدل اعمار في البطوله كلها. غير كل الكلام ده انت تقدر تكسبها، لكن ما ينفعش يبقى عندك ثقه زايده، ما ينفعش تبقى نازل شبه الشوط الاول بتاع ماتش نيوزيلندا اللي باين ان انت ما كنتش مذاكر حاجه فيه خالص. ما ينفعش، عشان في الماتش ده انا زي ما قلت لك محتاجين تركيز ال90 دقيقه كامله، لان انت في ايدك تعمل اعجاز وتعمل انجاز كبير قوي، انك تتاهل متصدر مجموعتك ب7 نقط وتنهي ال3 ماتشات من غير ما تخسر اي ماتش. وهو مش هيبقى عامل لك حساب زي ما عمل لبلجيكا وهينزل يدافع طول ال90 دقيقه، ده غير كده ان هو محتاج يكسب عشان يكمل في البطوله. دي حاجه. تاني حاجه دفاعاته مش هتبقى زي ماتش بلجيكا، يعني هيبقى زي ماتش مثلا نيوزيلندا. ماتش نيوزيلندا كان عندهم مشاكل كبيره قوي في الدفاع، وباين ان هم ما كانوش محضرين كويس لماتش نيوزيلندا ده. ماتش نيوزيلندا دخل فيهم جونين، الماتش خلص 2-2. فزي ما قلت لك هو مش هيحترمك زي ما احترم بلجيكا، او على الاقل مش هيدافع بنفس الطريقه دي. احنا فعلا محتاجين نكسب، لكن لازم نكون هاديين لان موقفنا احسن بكتير. مش احنا اللي مضطرين نفتح، مش احنا اللي مضطرين نسيب مساحات ورا في خط دفاعنا.
ونقاط القوه لمنتخب ايران ان هم منظمين جدا دفاعيا، وده ظهر جدا في ماتش بلجيكا زي ما قلت لك. لكن في الماتش ده هيتحول لعيب في وقت ما، لان هم هيبقوا محتاجين يهاجموا فترات طويله في الماتش، فالمساحات الضيقه اللي كانوا عاملينها في ماتش بلجيكا مش هتكون موجوده. اوقات كتير قوي هتكونوا طالعين لقدام ومش بيلعبوا اللو بلوك ده او الخط الدفاع المتاخر ده، ومش هيبقى كلهم تحت الكوره كده، فده هيولد عندنا ان احنا يبقى في مساحات لينا اكتر، وهنقدر نلعب في ظهرهم كور اكتر بكتير، وده هيبقى مفيد جدا لمحمد صلاح والمرموش والزيكو كمان وامام عاشور اللي هيطلع بالكوره بشكل كويس. تاني نقطه القوه عندهم هو سلاح قوي جدا، واحنا بنفتقر ليه واوقات مش بنعرف نتعامل معاه خالص، وهي الكرات الثابته بكل انواعها ورميات التماس اللي بيلعبوها كانها ركنيات. مهدي تريمي الماتش اللي فات مع بلجيكا جاب جون واتلغى من كره ثابته عالميه، الجون ده حرام ان هو يتلغي بصراحه، هو اوفسايد اكيد، لكن زي ما انت شايف لعبوها بشكل حلو جدا جدا جدا، وزي ما انت شايف اللعيب اللي هو كان بيضيق الحيطه دي عشان يخلي تريمي يجري، الكره دي كانت حلوه جدا، وبيعملوا كور كتير بيبقوا خطر جدا في الكرات الثابته. الكرات الثابته دي جابوا منها جوان، والكرات العرضيه جابوا منها جوان، ولسوء الحظ احنا استقبلنا جون من ضربه ثابته الماتش اللي فات مع نيوزيلندا اللي طلع حطها المدافع سورما في السوق، وسوء الرقابه في الكره دي كان باين جدا، واظن مش محتاجين نتكلم ان احنا محتاجين ناخد بالنا من الكور دي، لان ده من اهم اسلحه ايران. واحصائيات يوتيوب يا جماعه بتقول لي ان اغلب الناس اللي بتتفرج مش بتعمل سبسكرايب، فيا ريت تدوس سبسكرايب لو الفيديو عجبك وتعمل لايك كمان تنساش. ومن ضمن الحاجات اللي شحناهم معنويا جدا هم الضغط اللي هم فيه، ان هم بيلعبوا في بلد هم مش عايزينهم يكونوا موجودين اصلا، فده في حد ذاته بيخلي اللعيبه دي عايزه تعمل حاجه وعايزين يثبتوا نفسهم باي شكل، كانهم في مهمه وطنيه، كانهم جنود خارج الارض عايزين يوصلوا صوتهم وشكلهم للعالم كله، وده اللي مخليهم بيلعبوا بشكل كويس في الماتشين اللي فاتوا، وزي ما قلت لك بيخليهم كانهم في مهمه وطنيه. نقط ضعف منتخب ايران هتكون في العامل البدني، العامل البدني اللي بعد ماتشين هم انهكوا جدا، وكل شويه سفر من دوله لدوله، ده يخليهم جايين للمنتخب المصري كبدني اقل شويه من الماتشين اللي فاتوا. هيبقى منتخب عنيد، لكن على مستوى البدني انت هتكون احسن، واتمنى ده طبعا يعني، لان انا عايز اكسب الماتش ده. وتاني حاجه للمنتخب المصري ان الماتش ده هيبقى جاي على عدلتك، ان انت ممكن تقف ورا شويه وممكن تمسك كوره شويه بحيث ان انت تفتح مساحات في دفاع منتخب ايران. وطبعا بعد الماتشين اللي فاتوا كلنا بقينا واثقين في العميد بعد اللي عمله، وخصوصا الشوط الثاني في ماتش نيوزيلندا، الشوط اللي انت تحولت فيه وبقيت شرس اكتر واكتر من غير ما تغير اي لعيب، انت بس برؤيه تكتيكيه وبرؤيه فنيه من حسام حسن اللي قاعد بره، مش قاعد عشان هو بس مدرب، لا هو قاعد بيفكر ودماغه كلها معجونه كوره، وعارف ازاي يخرجك من الموقف ده، وقدر فعلا يخرجك، ورجعنا بريمونتادا من 1-0 ل 3-1. ويا جماعه احنا لحد دلوقتي ما تاهلناش بنسبه 95% تاهلنا، لكن مش ضامنين ولا صداره ولا مركز تاني، مش عارفين احنا في الاول ولا التاني ولا التالت، ولو خسرنا الماتش ده وبلجيكا كسبت هننزل للمركز التالت، وزي ما قلت لك هيبقى مشوارنا صعب شويه، فمحدش يضمن ان احنا وصلنا، لسه بدري، لازم يكون مصيرنا في ايدينا، والماتش ده مصيرنا في ايدينا، وزي ما قلت لك الماتش جاي على عدلتنا. في خطه الماتش ده انا شايف ان هو حسام حسن مش هيغير حاجات كتير قوي في الماتش ده، بس انا عايزك دلوقتي مع بعض كده 5 ثواني تنزل تكتب تشكيلتك اللي انت متوقعها وتقول لي احنا ممكن نلعب ازاي. انا بالنسبه لي شايف هنلعب بال4-2-3-1 عادي، وهيخلي صلاح في نفس مكانه عادي جدا، وممكن يخلي زيكو الماتش ده راس حربه لان هو اثبت كفاءه جدا الشوط الثاني في ماتش نيوزيلندا، وهيجيب امام عاشور في النص وهيرجع صلاح على اليمين. انا قلت صلاح يبقى في النص، لا انا كان قصدي صلاح يبقى على اليمين عشان ياخد مسافات كتير، ممكن ده يتحول في الشوط الثاني، انما انا حاسس ان صلاح لما لعب على الجبهه اللي هو بيحبها طلع كل اللي عنده في ماتش نيوزيلندا، وهيبقى على الشمال تريزيجيه في الماتش ده، انا حاسس ان مرموش هيقعد دكه في الماتش ده، وهيبقى رامي ربيعه طبعا في الدفاع، وجنبه محمد هاني وياسر ابراهيم، وفي الباك الشمال هيبقى فتوح ومهند لاشين ومروان عطيه. وانا شايف ان في الماتش ده قلت لك ممكن يتغير حد منهم وينزل نبيل دونجا، اللي انا كعبد الله مش حابب ان انا اشوفه في كاس العالم اصلا، لكن انا بقول لك هو ممكن ياخد دقايق في الماتش ده وممكن يبتدي كمان. وعايز اقول لك وقت تسجيل الحلقه دي ان مهدي تريمي حصل له كذا مشكله في المطار ومضايقات كتيره قوي ممكن يحصل مشاكل بسببها لمنتخب ايران، بس دي الاخبار اللي دايره دلوقتي، انا لا صحفي ولا بنقل لك اخبار مش معروف مصدرها، ده اكتر من صحيفه واكتر من مصدر طلع الخبر ده. تقريبا وقت ما الحلقه دي تنزل هيكون تشكيل منتخب مصر المتسرب زي كل مره نزل في الوقت ده. سلاح المرتدات عندنا في الماتش ده هيبقى مهم جدا، وهنستغل ان هم هيطلعوا في اوقات كتير من الماتش، وان شاء الله الماتش ده بالنسبه لي هيخلص 2-1 لمنتخب مصر، الا لو حصلت مفاجاه، وان شاء الله ما يبقاش اي مفاجات موجوده للمنتخب، ويبقى المفاجات اللي موجوده لينا ان شاء الله ان احنا نكسب سكور مثلا. عايزك برضو تتوقع في الكومنتات ممكن الماتش ده يخلص كام، تستنى الحلقه اللي جايه بتاعه دور ال 32 وهنعمل ايه في دور ال 32 وملخص دور المجموعات وعملنا ايه وارقام منتخب مصر في دور المجموعات اللي كسرنا فيها كل ارقام مشاركتنا اللي فاتت، وعملنا ارقام كتير كمان في كاس العالم ده.
وطبعا الماتش هيكون الساعه 6 الصبح، فانت هتكون صاحي قبلها بساعتين 3 او مطبق، فما تنساش تصلي صلاه الفجر لان ده مجرد ماتش كوره، وبعدها روح اتفرج على الماتش براحتك جدا. ولو وصلت لحد الحته دي فانت حبيبي، ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان ده بيزق المحتوى لقدام ومفيد فعلا، وتعمل لي كومنت بتوقع النتيجه وتوقع التشكيل، وانا برد على كل الكومنتات وهتناقش معاكم في الكومنتات، وهسيب لك في الديسكربشن كل السوشيال ميديا بتاعت في ال 18. وبس، كان معاك عبد الله القاضي ودي قناه في ال 18. بس كده، سلام.